السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. يزيد حاليا عدد الأشخاص المهتمين بالألعاب السحرية وظواهر أخرى تستعصي على التفسير والاستيعاب. وقد كان السحرة منذ القدم يلعبون بالمنطق ليجعلوا الناس يؤمنون بالمستحيل. ويمكنك أن تتخيل كيف أن السحرة لا يسرون عند كشف حيلهم. لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة الأسرار التي يخفون والحيل التي يستعملون وكيف يتم ذلك. لهذا الغرض سنكشف لك من خلال هذا الفيديو عن 7 أسرار لخدع سحرية لطالما بقيت مخفية. 7. الخفة أو الطفو. من المحتمل أنك قد شاهدت في مدينة ما عبر العالم ساحرا يطفو في الهواء. هذه الخدعة السحرية تبدو غامضة، لكن هناك تفسير بسيط وراءها. وكما تشاهد يبدو الرجل كما لو كان تمثالا حيا يتحدى القوانين الفيزيائية، ويجعل المارة يعتقدون أنه يطفو في الهواء وأنه يعتمد في ذلك على عصا ليس إلا أن الحقيقة أن هناك آلية سرية تدعم وتثبت الشخص بالمكان، وهو ما يخلق عند المشاهد شعورا بأن الشخص يطفو في الهواء. ومن جهتها تمثل الطبقات المختلفة للملابس غطاء يخفي البنية المعدنية بطريقة متقنة جدا. 6. فتاة في الزيغزاغ. تلعب المساعدة في هذه الخدعة دورا مهما للغاية، وبالنظر إليها سترى كيف أن سكينين يخترقان جسمها دون أن تصاب بأي أذى. وبعد تقسيم المساعدة إلى 3 أجزاء يقوم الساحر بإبعاد الصندوق الموجود في الوسط لينجح في الحيلة الأكثر مشاهدة في عالم الألعاب السحرية. يبدو الأمر حقيقيا من أول نظرة، لكن كل شيء يختفي في صندوق مهيئ من قبل، وكل ما على المساعدة أن تقوم به هو أن تقف بهذا الشكل حتى تدخل السكاكين دون أي مشكلة. بعدها على الساحر أن يلفت انتباه الجمهور بإيماءاته. 5. الطيران. من المؤكد أنك شاهدت هذا المشهد في العديد من المرات، لكن من الممكن أنك لا تعرف كيف يتم الأمر. إن ما يحدث هنا هو أن الساحر يطير في الهواء كما لو أن لديه قدرات خارقة، غير أنه خلف هذا الشخص تختبئ رافعة عملاقة، وهي التي تتكلف بحمل الساحر عبر أسلاك يخفيها تحت سترته. ولكي تنجح الخطة يجب أن تكون الأسلاك رقيقة جدا وأن تتم العملية في ضوء النهار، لأنه بهذه الطريقة لا يمكن مشاهدة الأسلاك، وبذلك يتمكن الساحر من الارتفاع في الهواء. 4. المرأة المسحوقة. في هذه الخدعة تدخل المساعدة في صندوق بحاجز معدني في الجانب. بعد ذلك يقوم الساحر بدفع الحاجز ليظهر للجمهور أنه تم سحق المرأة تماما. بعد ذلك يقوم بإزالة الحاجز المعدني ويطلب من إحدى المساعدات أن تفتح الصندوق. يمكننا مشاهدة المرأة تخرج سليمة كأن شيئا لم يحدث. وإذا لم تدرك الأمر فالسر الكبير يوجد داخل الصندوق، إذ إن قاعدته أعمق مما يظهر، وبه فضاء كاف لتضع المساعدة رجليها بالداخل. وفي الجانب الأيسر هناك ثوب خاص تدعم ظهرها به، فتتمكن من الاختباء بكل سهولة إلى أن تأتي لحظة الخروج. 3. القطع إلى نصفين. في هذه الخدعة يمكننا مشاهدة كيف أن الساحر يدخل صندوقا ليقطع إلى نصفين باستعمال منشار عملاق. السر في هذه الخدعة يتجلى بكل بساطة في بنية الصندوق. عندما يدخل الساحر إليه يقوم فقط بوضع رجليه في الأسفل حيث يوجد مخبأ سري، في حين يبقى جزءه العلوي ظاهرا فوق الطاولة، بينما نجد أن الرجلين اللذين يظهران هما للمساعدة التي كانت هناك من قبل. وبهذه الطريقة يظهر كما لو أن الساحر قد تمدد حقا وأنه بالفعل مستعد ليقطع. 2. اختفاء المساعدة. يمكننا هنا مشاهدة كيف أن المساعدة تدخل في منصة خشبية، في حين يقوم الساحر بمعية باقي المساعدات بإنزال ستائر بيضاء، وبمجرد رفعها تختفي المساعدة لتظهر في مكان آخر. يبدأ السر من الفستان الذي ترتديه، فهو ليس عاديا، بل يتوفر على سنانير مخفية في حزامها لتعليقه عندما تهبط الستائر. بعد ذلك تخرج المساعدة من الفستان، وعندما تفعل زميلتها مرآة أسفل المنصة تخرج المساعدة وتختبئ تحت الدرج. في هذه اللحظة يفعل مساعد آخر يكون مختبئا قاطعا كهربائيا فيعمل على إسقاط القاعدة مع الفستان، وبهذا يتهيأ للجمهور أن المرأة قد اختفت بطريقة سحرية. والآن لم يبقى إلا انتظار المساعدة أن تلبس الفستان لتظهر من جديد.
أولا، رجل مقسوم إلى نصفين. شاهد ردة فعل الناس عند رؤيتهم لرجل يحمل جزءه السفلي في حين أن الجزء العلوي يطفو في الهواء. يبدو أمرا لا يصدق، وأي شخص شاهده يعتقد أنه رجل مقسوم إلى نصفين، غير أن السر في هذه الخدعة يتجلى في المؤثر البصري، حيث لا يعمل هذا الأخير إلا عندما يرى الشخص الساحر من الأمام. أما إذا شاهدته من زاوية أخرى فستدرك أنه يرتدي سروالا عاديا، وأنه يكون شبه مائل برجليه إلى جهة واحدة، مما يجعل المشاهد يعتقد أنه مقطع إلى جزئين، وهي خدعة يمكنك اللجوء إليها في حفلات الهالوين، لكن فقط لمن لم يشاهد هذه الحلقة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.